The inner world of relationships. العالم الداخلي للعلاقات. العلاقات بتكون حاجة خارجية، واحنا دي حاجة خارجة عني، وعلاقتي بناس من برا بيشوفوا سلوكي وانا كمان بشوف السلوك بتاعهم. انما العلاقات ليها عالم داخلي. العالم الداخلي ده هو اللي فيه مخاوفي وفيه رغباتي، فيه احتياجاتي وخوفي من عدم اشباعها او تلبيتها، في منظومة القيم بتاعتي، في منظومة المعتقدات، البيليف سيستم بتاعي والفاليو سيستم بتاعي، وازاي الحاجات دي ممكن تأثر على العلاقة، تخوفني من حاجات. العالم بتاع العلاقات هو في الأصل عالم داخلي قبل ما يكون عالم خارجي، وده الطرح اللي احنا بنطرحه في الكورس بتاعنا 10 ساعات على مدار يومين، بنتكلم فيهم عن الطفل الداخلي وتركيبته واحتياجاته، مخاوفه، منظومة المعتقدات بتاعته، اعتقاده ايه عن العالم، اعتقاده ايه عن الأمان، اعتقاده ايه عن الإشباع، ايه اللي ناقصه وهو بيدور عليه في البارتنر بتاعه. لو انت بتبحث عن السكن والسكينة والمودة والرحمة في العلاقات بتاعتك، وان انت تبدأ تديها قبل ما تبدأ تاخدها، تبدأ تتعلم عن نفسك وتتعرف على احتياجاتك ومخاوفك ورغباتك الداخلية، لو بتواجه تحديات في العلاقات بتاعتك او لو ده مجال عملك، فالكورس ده علشانك. أراكم دايما على خير يا رب إن شاء الله.